لو كنتوا قاعدين مليين وزهقتوا من الملل ده ومش لاقيين اي حاجه تعملوها، فالفيديو ده ليكم. فيديو النهارده هنرسم مع بعض، هنعمل دي اي واي مع بعض، وكمان هنعمل فكره للستايلينج اي شميز عندنا. فلو حبيتوا فكره الفيديو تابعوا لي الاخر، وما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، ولو عجبكم محتوى القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. وبس يلا بينا نبدا الفيديو. اول فكره هنعملها النهارده ونادين طلبتها مني، هنرسم رسمه بطريقه البيكسل ارت. الفكره دي ممتعه جدا، في رسومات كتير قوي على بينترست بطريقه البيكسل ارت. هستخدم الوان ماركر او ممكن تستخدموا الوان خشب، انا هستخدم الاتنين ماركر وخشب. وبدات اني انقي الالوان اللي انا محتاجاها. بعد كده هبدا اجهز الورقه اللي احنا هنرسم عليها. استخدمت ورقه كراسه عاديه عشان فيها خطوط بالعرض، فهعمل خطوط بالطول على طول وتسهل عليا. ممكن نستخدم الورق اللي بيبقى فيه مربعات جاهز ده عشان يسهل عليكم اكتر، بس ما كانش متوفر معايا. فبدات اني اعمل نقطه عند كل 1 سنتي عشان المربعات تكون متساويه، ووصلت النقط دي بالمسطره. وده شكل الورقه، بس شفت ان حجمها صغير فبدات اني الزق جنبيها ورقه تانية من نفس الحجم بتاعها عشان بس ازود حجم الورقه. وبرده هكمل ورقه تانية مربعات بنفس الطريقه، ودي شكلها في الاخر. دلوقتي بدات اني انقي الرسمه اللي انا عايزه ارسمها. الصراحه الورده دي عجبتني جدا، شكلها كيوت. وهبدا الرسمه من اسفل الورقه. بدات اني اعدي المربعات عشان اعرف رقم اول مربع هبدا منه. بجد الفكره دي ممتعه جدا واي حد يقدر يعملها. الفكره انه محدش بيغلط لما بيلون مربع، هي دي الفكره. فبالتالي بتخلي اي حد ممكن يرسم اي رسمه وبيكون شكلها حلو في الاخر. انا استمتعت جدا وانا بعملها. بدات اني اعدي المربعات واشوف كام مربع هنلونه بنفس اللون وكام مربع هلونه بلون مختلف. اعمل سطر بسطر عشان ما اتلخبطش. وبجد الشكل طلع في الاخر كيوت قوي. ممكن تعلقوا الرسمه دي على الحيطه، تضيفوها في جورنال، بجد هيكون شكلها حلو قوي. انتوا قولوا رايكم، ولازم تجربوا الفكره دي لانها تحفه. تاني حاجة هنعملها في فيديو النهاردة هو الدي اي واي. هنعمل مع بعض فكرة ديكوريشن للمكتب او للغرفة. هنعمل زي الفكرة اللي موجودة في الفيديو، سهلة وادواتها بسيطة. هنجيب اي قطعة كرتون موجودة عندنا، وبعد كده هجيب القلم والرصاص والمسطرة عشان هنحدد طول وعرض القطع المستطيلة اللي احنا هنعملها. انا عملت طولها 22 سنتي وارتفاعها 6 سنتي. انتوا ممكن تغيروا في الطول والعرض زي ما انتم عايزين. هنعمل 3 قطع، وبعد كده هاخد المقص واقصها. ممكن تقصها بالقطر عادي. ودي القطعة بعد ما قصيتها هبدأ اني الونها. هجيب اي حاجه اسند عليها عشان الالوان ما تلبخش الدنيا. بعد كده هجيب الوان بوستر. الالوان دي انا بستخدمها على طول، هي الوان ميه بس ممكن اتحكم في قوامها اخليها تقيل او خفيف. بدات اني انقي الالوان اللي انا عايزاها، وفي الاخر نقيت ال3 الوان دول. هجيب طبعا شويه ميه واكبر حجم فرشه عندي دي كان مقاسها 5. طبعا لكم حريه الاختيار تماما في انكم تختاروا الالوان اللي انتوا عايزينها، وكمان تختاروا حجم الكرتون اللي انتوا حابينه. فبدات اني الون الكرتون كويس، كنت عايزه اللون يكون طاغي على الكرتون قوي. وكمان بدات اني الون الحواف. فكره التلوين ذات نفسها بغض النظر عن نوع الالوان دي بتخلينا اصلا نتخلص من الملل اللي عندنا. اخر كرتونه كنت هلونها باللون الاصفر بس ما عجبنيش، فغيرته للون الاحمر عشان يكون واضح اكتر. بعد ما خلصت التلوين كل القطع اللي عندي هسيبهم ينشفوا، وهستخدم اصغر فرشه. وبعد كده هستخدم اللون الاسود عشان هكتب اي عباره انتوا حابينها هكتبها بالتوزيع على ال3 قطع. فكتبت love yourself. يعني الصراحه حاولت اني احسن خطي على قد ما اقدر. في القطعه التانية رسمت قلب لان حسيتها في كده منطقه فاضيه، فرسمت قلب ولونته. وبدات اني اعمل نقط صغيره كده بطريقه عشوائيه. استخدمت المناكير الشفاف واي جليتر موجود عندنا عشان كنت عايزه اضيف كده لمسه جليتر. فحطيت طبق من المناكير الشفاف فوق القلب اللي احنا عملناه، ورشيت عليها شويه جليتر كده لونه اصفر. وبجد شكلها طلع حلو قوي في الاخر. بعد كده هبدا اني اقلب القطع على ظهرها، وهستخدم خيط كروشيه او اي خيط متماسك عندنا عشان هبدا اني اوصل القطع دول ببعضها. هستخدم طبعا شمع عشان الزق الخيط على الكرتون. بدات اني الزق الخيط كده على الكرتون بطريقه متساويه، واني اشد الخيط عشان ما يكونش يكلكع كده ما بين الفراغات اللي بتبقى ما بين القطع. وهسيب كده طرف من فوق عشان ده الطرف اللي هعلقه على اي مسمار موجود عندنا. شكلها كيوت قوي، وكمان الحلو انكم تقدروا تتحكموا في الالوان. اخر حاجه هنعملها هي فكره للستايلينج اي شميز عندنا. اكيد شفتوا الفكره دي في اي منصه من منصات السوشيال ميديا، فهنجربها مع بعض. هنجيب اي شميز واسع عندنا، وشرط انه يكون واسع عشان الفكره تظبط اكتر. هفتح الشميز واحط كده الدبابيس دي من جوه. طبعا هستخدم كمان شريط ساتان يعني متر ونص كده، بس يكون نفس لون الشميز اللي موجود عندنا عشان يكون شكله لطيف اكتر. بدات اني احط الدبابيس في اخر القميص خالص، دبوسين بس من ناحيه ومن ناحيه بالطريقه دي. بدات اني الف الشميز كده على ظهره، وده شكل دبابيس من ورا. بدات اني احط شريط الستان في الدبابيس بطريقه الزجزاج. دي الطريقه اللي انا اقصدها اللي كانت موجوده في الفيديو. وفي اطراف شريط الستان ما حبيتهاش، فبدات اني اقصها بالشكل ده واعمل اطرافها بالولاعه عشان شريط الستان ما يفتلش مني.
وبجد شكلها كان كيوت قوي وحلوه قوي في اللبس. وبكده بنكون خلصنا فيديو النهارده. عرضت عليكم 3 افكار سهله وبسيطه ممكن تعملوها في ايام الاجازه او لما تكونوا حاسين بالملل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا كمان استفدتوا منه. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وبس بحبكم جدا واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.